عمرك تخيلت ان في اماكن على وش الدنيا بتخلي الحياة جحيم ما يتعاش؟ اماكن بتضيع فيها الانسانية، بتتحول فيها الارواح لارقام في سجلات الموت. ولو جل في بالك احنا بنتكلم عن السجون، الأماكن اللي بيتسلب فيها الإنسان حريته. بس في سجون قسوتها وخطورتها بتتخطى الحدود، سجون لو خرجت منها حي هتبقى معجزة. النهاردة هناخدكم في جولة مثيرة ومخيفة جوه أخطر 10 سجون في العالم، أماكن ما فيهاش رحمة، ما فيهاش أمل من الخروج منها. فيلا تابعوا معانا علشان تكتشفوا عالم بيخاف منه الكل ويصعب تخيله. السلام عليكم، للي بيشوفني لأول مرة فأنا أحمد عزيز، وبتكلم عن كل حاجة غريبة وغامضة على كوكب الأرض. وحابب أقول لكم إني بدأت تحدي جديد، وهو نازل كل يوم فيديو لغاية ما نوصل 50,000 مشترك. فيلا بطل اعمل سبسكرايب وانزل أكد لي تحت في الكومنتات وانضم للعيلة واعمل لايك للفيديو. وبدون رغي كتير يلا ندخل في تفاصيل الفيديو. أول سجن معانا واللي يقع في المرتبة العاشرة وهو سجن جيتارا. سجن جيتارا في مدينة جياتاما في رواندا، معروف انه اخطر سجن في العالم. معظم اللي بيدخلوا السجن ده ما بيخرجوش منه ابدا، لانه متوسط عمر المتوقع فيه 8 شهور بس. السجن ده مصمم ان هو يستوعب 800 سجين، لكن التقديرات بتقول ان في اكتر من 8000 سجين، وده بيخليهم يعيشوا في ظروف غير انسانية، لان المساحة المتاحة لكل سجين اقل من نص متر مربع. السجن فيه حوالي 20 حمام بس، وده بيخلي المكان شبه جحيم على الأرض. الهواء النظيف للتنفس نادر، والكثير من السجناء بيموتوا من الاختناق أو الأمراض. الوضع بيزداد سوء بسبب انتشار الأسلحة بين السجناء، وده بيخلي قوات الأمن تتجنب الدخول للسجن خوفا على حياتهم. النتيجة إن في حوادث عنف كتيرة بتحصل يوميا، وكتير من السجناء بيفقدوا حياتهم جوه أسوار السجن بسبب الجوع الشديد وسوء التغذية، لحد إن بعض السجناء بيضطروا ياكلوا بعض في المكان المرعب ده. ويجي معانا في المرتبة التاسعة سجن بوليسمور. سجن بوليسمور موجود في واحدة من ضواحي مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وده سجن شديد الحراسة. السجن ده كان مصمم في الأساس إنه يستوعب عدد محدود من السجناء، لكن دلوقتي بيقتضب حوالي 4300 سجين، يعني حوالي 300% من طاقته الاستيعابية. الغريب ان نص السجناء دول تقريبا محتجزين من غير محاكمة، مستنيين اجراءات قضائية طويلة ملهاش نهاية، او محكوم عليهم بتهم جديدة في السجن. السجن ده الفساد فيه منتشر بشكل كبير، العصابات هي اللي بتتحكم في الزنازين الجماعية، رؤساء العصابات دول هم اللي بيحطوا القوانين وبيطبقوها بوحشية، واي حد ما يقدرش يتحمل الظروف القاسيه دي بيتعرض لعقوبات وحشيه شديده. الحياه جوه السجن ده لا تطاق، فالروائح الكريهه جزءا لا يتجزأ من المكان. في الصيف الحراره بتبقى خانقه، وفي الشتاء البرد بيوصل للعظام من غير رحمه. الامراض المزمنه بقت جزء من الحياه اليوميه للسجناء، والنظافة الشخصية مجرد حلم بعيد. الحصول على دلو لقضاء الحاجة يعتبر ضربة حظ كبيرة في الظروف المزرية دي. لكن الأسوأ من كل ده إن كتير من نزلاء بوليسمور بالرغم من براءتهم من الجرائم المنسوبة إليهم بيتهموا بأفعال شنيعة جوه السجن، اللي عقوبتها ممكن توصل للسجن مدى الحياة، وده بسبب اضطروا يعملوا حاجات علشان يقدروا يعيشوا في الغابة الجهنمية المحاطة بالقضبان دي. ومعانا في المرتبة التانية سجن الدولفين الأسود. سجن الدولفين الأسود موجود في أقصى حدود روسيا جنب كازاخستان، ويستمد اسمه من نافورة قريبة من المدخل الرئيسي من السجن، وده مخصص لأخطر وأشرس السجناء في روسيا كلها. الناس اللي ارتكبوا جرائم بشعة لدرجة إن هم بتثير الرعب حتى في نفوس النزلاء نفسهم. جوه جدران الدولفين الأسود السجناء بيقضوا بقية حياتهم من غير أمل للخروج للنور تماما، علشان يفضلوا فاكرين إن جرائمهم بتتعلق على أبواب زنازينهم ملصقات بتفكرهم دايما، وحتى بالعملوه، وحتى السجانين ما يتعاطفوش معاهم. في السجن ده كل حركة للنزلة بتكون متراقبة 24 ساعة بالكاميرات، زي ان هم ملهمش اي حقوق زي الزيارات او التواصل مع العالم الخارجي، وحتى الكلام ممنوع الا باذن، والاضواء بتفضل شغالة طول الوقت، حتى الزنازين بيقضوا فيها معظم يومهم، ومش مسموح ليهم بالجلوس او الاستلقاء على اسرتهم الا في ساعات محدودة جدا. ولما بيتم نقل السجناء جوه الدولفين الأسود بيبقوا ماشيين بوضعية منحنية وإيديهم مكبلة علشان ما يقدروش يكتشفوا تصميم السجن أو يتواصلوا مع سجناء تانيين أو يتمردوا على الحراس.
سجن الدولفين الأسود هو تجسيد حقيقي للعقاب القاسي واللا إنساني، بيتم سلب كل ما هو إنساني من النزلاء وبيسيبوهم يواجهوا مصيرهم المظلم، وحدهم في المكان ما بيعرفش الرحمة ولا بيقبل التوبة. ده وقر للشر والقسوة، بيبتلع كل اللي بيدخله للأبد وبيحوله لمجرد رماد في سجلات الجحيم الأرضي ده. ونخش على السجن رقم 7، سجن سيودار باريوس. السجن ده في مدينة سان ميجل بالسلفادور، واللي كان لفترة طويلة المقر الرئيسي والملاذ الآمن لعصابة مارا سالف توريش الشهيرة. لكن من ساعة ما نايب بويوكلي مسك رئاسة البلد، أركان العصابة دي بدأت تهتز لما قرر الرئيس عسكرة السجون وتقليل امتيازات الجناء إلى الحد الأدنى. دلوقتي جوه السجن سيودور بيروس بيجتمعوا بين ألد الأعداء مارا سالف توريش وعصابة باريو 18 وفي مكان واحد، والخطورة دي أثارت انتقادات كتيرة، بس في نفس الوقت نالت إعجاب كتير من الناس اللي عانوا من وحشية وقمع المجرمين دول، وخلوهم إن هم يخبطوا في بعض ويحطوهم في سجن واحد يكشي يخلصوا على بعض. السجن ده مصمم إن هو يستوعب 800 سجين بس، لكن دلوقتي بيقوا أكتر من 2500 نزيل في الزنازين الجهنمية دي. العثور على مكان النوم بقى حاجة خطيرة جدا وممكن تكلف السجين حياته، لأن كتير من النزلاء بيعيشوا في زنازين ضيقة جدا لدرجة إن هم بيضطروا يعملوا أرجوحة من الهدوم علشان يقدروا يناموا فوق بعض. الظروف داخل السجن سيودور باريوس ما تنفعش للبشر، الاكتظاظ الشديد، المعاملة القاسية، الصراعات الدامية بين العصابات خلت المكان ده جحيم حقيقي على الأرض. السجناء هنا عايشين في خوف دائم وبيصارعوا كل يوم علشان يفضلوا عايشين في ظل غياب أي أمل في الخلاص من العذاب اللانهائي ده. رغم الجهود اللي بتبذلها الحكومة السلفادورية لكبح جماح العصابات وإعادة السيطرة على السجون، الطريق لسه طويل وشاق، وسجن سيودور باريوس يبقى شاهد صارخ على الوجه القبيح للجريمة المنظمة وتسكير دائم بالثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع نتيجة العنف والإجرام. ونخش على السجن رقم 6، وهو سجن بانكوك هيلتون. سجن بانكوك هيلتون المعروف برضو بالسجن المركزي في تايلاند، موجود على بعد حوالي كيلومتر من شمال بانكوك. السجن ده يعتبر أكتر السجون أمانا في بلد معروف بابتسامته، لكن الحقيقة في مكان بيخفي ورا قضبانه وأسوأ الظروف اللي ممكن تتخيلها. السجن ده بيضم غالبية النزلاء اللي بيقضوا أحكام تزيد عن 25 سنة. في السجن ده السجناء ما عندهمش أي حقوق تقريبا. السجن مصمم إن هو يستوعب حوالي 3500 سجين، لكن في الوقت ده بيبقى في أكتر من 10,000 سجين، وده بيخليهم مضطرين يناموا على الأرض ويجبروهم يقضوا 24 ساعة في اليوم من غير ما يقضوا زنازينهم. خلال الأشهر الأولى من العقوبة التغذية في السجن ده أحسن حالاتها عبارة عن وعاء من الأرز، وده بيخلي النزاعات بين السجناء حاجة عادية، لأن القانون الأقوى هو اللي بيحكم خلال المشاجرات اليومية والخلافات العنيفة. الظروف دي بتخلق بيئة غير صحية للأمراض المعدية اللي بتنتشر بين السجناء، لأنهم مش بيتعزلوا عن بعض. بالإضافة لكده السجن بيفتقر لمياه جارية ونظام صرف صحي مناسب، وده بيخلي النظافة شبه مستحيلة في الأوضاع دي. مع سوء المعاملة المستمر من الحراس بيخلي السجين في جحيم حقيقي ورا قضبان لا إنسانية، وده مكان محدش يتمنى يدخله أبدا. نخش على السجن رقم 5، وهو سجن ساباني. سجن ساباني موجود في فنزويلا، ويعتبر واحد من أكبر السجون فوضى وقسوة على وجه الأرض. السجن ده أصلا مصمم إنه يستوعب 700 سجين، لكن في الواقع عدد السجناء يتجاوز 5 أضعاف العدد ده، وده بيؤدي لاكتظاظ شديد وظروف معيشية بائسة لدرجة إن هي تثير الرعب حتى في نفس الشيطان. السجن بيعاني من نقص شديد في الحراس، يعني كل حارس بيتحمل مسؤولية أكتر من 100 سجين، وده بيخلي الحفاظ على النظام حاجة مستحيلة. ونتيجة الوضع ده السجناء نفسهم هم اللي بيتحكموا في إدارة السجن من خلال نظام هرمي بتقوده العصابات. السجناء الفقراء بيضطروا يدفعوا فلوس مقابل كل حاجة، بدءا من مكان النوم على الأرض وصولا للطعام وحتى المياه، رغم ندرة المياه وتآكل الأنابيب، وده بيخلي انتشار الأمراض حاجة شائعة جدا بين السجناء. أعمال الشغب والعنف بقت جزء من الروتين اليومي لهذا السجن نتيجة الانتهاكات المستمرة، ولما بتتعمل مداهمات للسجن بيلاقوا مجموعة متنوعة من الأسلحة، من البنادق والمناجل والسكاكين وصولا للقنابل الهجومية، وأحيانا حتى حيوانات نادرة مملوكة لزعماء العصابات. ونخش على السجن رقم 4، وهو سجن كيرير. سجن كيرير في ولاية لاجوس بنيجيريا معروف بسمعته السيئة بسبب المعاملة المهينة اللي بيتعرض لها السجناء وذويهم. السجن ده بيعاني من اكتظاظ غير إنساني، وأكتر حاجة تشير الجثة إن حوالي 70% من السجناء ما صدرش بحقهم أحكام نهائية،
وكمان كتير منهم بس بناء على شبهات من غير ما يتم اتهامهم بشكل رسمي. السجناء بيتعرضوا لأقصى أنواع المعاملة من الحراس، وبيقولوا إن من المستحيل تدخل السجن ده وتخرج منه بنفس الإنسانية اللي دخلت بيها. اللي بيحصل جوه جدران السجن ده بيحول البشر لكائنات شبه الحيوانات، لأن الاكتظاظ شديد جدا والفساد منتشر والنزاعات مستمرة ومفيش أي رعاية طبية. السجناء بيعيشوا في ظروف قاسية تشمل درجات حرارة لا تطاق، نقص حاد في مياه الشرب، وطعام ما يصلحش حتى للكلاب الجائعة. كل يوم في الجحيم الحقيقي ده بيموت فيه تماما من الحياة الإنسانية. بعد كده نتكلم عن الرقم 3 وهي سجون البرازيل. والبرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد نزلاء السجون بعد الولايات المتحدة والصين، حيث عدد السجناء فيها بيتجاوز 800 ألف واحد وراء القضبان. ورغم نقص الموارد في البلاد سجونها تعتبر جحيم حقيقي، لدرجة إن البقاء على قيد الحياة بقى حاجة نادرة في أفضل الأحوال. اللي بيزيد الوضع سوء هو إن أكتر من 40% من السجناء دول لسه ما صدرش بحقهم حكم وبيستنوا محاكمتهم. وبالرغم من كل ده الكل عايش في اكتظاظ شديد، لدرجة إن أعداد السجناء في بعض السجون بتوصل ل3 أضعاف القدرة الاستيعابية. الاكتظاظ ده بيؤدي لانتشار الأمراض المعدية والإدمان على المخدرات، ونقص الطعام كمان مشكلة كبيرة، لأن الطعام متوفر سيء جدا لدرجة إنه ما يصلحش حتى للكلاب. مع العدد الكبير ده من السجناء السيطرة بقت شبه مستحيلة على السجون، وده بيدي فرصة للميليشيات شبه العسكرية فرصة تفرض سيطرتها بقبضة من حديد، فارضة قوانينها والخاصة بيهم حتى على الجرائم الأقل بشاعة. ونخش على السجن رقم 2 وهو سجن كويزون. سجن كويزون في الفلبين يعتبر واحد من أكثر السجون المروعة والمزدحمة. السجن ده بيضم أكثر من 3500 سجين، برغم إنه مصمم في الأصل لاستيعاب 800 بس. السجناء هناك بيعيشوا ظروف قاسية جدا، بيعانوا من الجوع ونقص المساحة وانعدام النظافة، وده بيؤدي لفقدان كثير منهم حياتهم كل يوم بسبب الأمراض دي أو النزاعات العنيفة، أو حتى بسبب غياب الضروريات الأساسية زي مياه الشرب والتهوية. في السجن المزدحم ده كتير من السجناء بيضطروا يناموا في وضع القرفصاء أو بياكلوا الحشرات اللي بيلاقوها علشان يفضلوا على قيد الحياة، لأن الطعام المقدم لهم سيء جدا لدرجة إنه ما يصلحش حتى للخنازير. وفي بعض الأحيان بيكون في أظافر صدئة أو صراصير. الانتهاكات من المسؤولين متفشية، والسجناء بيتعاملوا بشكل أسوأ من الماشية. في بعض الزنازين بيتم حشر حوالي 200 سجين في مساحات مصممة ل20 شخص بس. والأسوأ من كده إن حوالي 35% من السجناء ما صدرش بحقهم أحكام نهائية، محتجزين بشكل وقائي بدون إدانة ثابتة، وده بيعني إن غالبية مجرد مشتبه فيهم في انتظار الحكم. أما السجن رقم 1 والأشد فيهم هو السجن كومبو في الأورغواي، وهو واحد من أقصى السجون على وجه الأرض، موجود في العاصمة، وبيطلق عليه إصلاحية كومبو الوطنية. السجن بيعاني مشكلة الاكتظاظ الشديد، لأنه بيقوي أكتر من 4000 سجين، يعني حوالي ضعف طاقته الاستيعابية. ونتيجة الازدحام المفرط ده كتير من النزلاء بيضطروا يناموا على الأرض، وده بيؤدي لانتشار الأوبئة والأمراض وحتى المجاعات ما بينهم. سجن كومبو كان بيشهد أعمال شغب ونزاعات متكررة، وده بيخلي فكرة الدخول فيه مرعبة للغاية، وده بيخلي تجنب ارتكاب الجرائم بالأورجواي أمر ضروري لتفادي الوقوع في الجحيم ده. بشكل عام ظروف الاحتجاز في السجن ده من أصعب وأقصى الظروف على مستوى العالم، وده بيخليه يحتل المرتبة الأولى في قائمة أسوأ السجون على الإطلاق. وكان نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبني بحيث استمتعتوا عشان الكاميرا هتفصل فلايك وسبسكرايب، وفكركم ان احنا ننزل كل يوم فيديو لغاية 50,000 مشترك. فيلا بطل ينزل يعمل سبسكرايب قبل ما الكاميرا تفصل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.